أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المشاهدون الكرام، متابعي قناة سلام الإعلامية المباركة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا يوم من أيام شهر رمضان المبارك، تقبل الله منا ومنكم الصيام والقيام. في حلقة جديدة في برنامج مع اللغة العربية، نتشرف اليوم في الحلقة 81 أن نستضيف الأستاذ الشيخ محمد علي سراج الدين من الجالية الإريترية المتواجدة في مدينة أدلايد في أستراليا. أرحب به وبكم بعد قليل مشاهدينا الكرام. المشاهدون الكرام، التحية والتقدير والاحترام لكم أينما كنتم، ونرجو من الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على خير. هو فضيلة الشيخ الأستاذ محمد علي سراج الدين من مدينة أدلايد، نلتقيه في حلقة من برنامج مع اللغة العربية. شيخنا الفاضل، رمضان مبارك عليك، وتقبل الله منا ومنك الصيام والقيام. مرحب بك في قناة سلام الإعلامية. يا أهلا وسهلا بأستاذنا الكبير الشريف أحمد شريف. كل سنة وأنت طيب ورمضان كريم بإذن الله، وأهلا وسهلا بمستمعيك الأكارم، وتفضل جزاك الله خير. بارك الله فيك يا سيد الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، إلى آخر الآية. صدق الله العظيم. شهر رمضان طبعا شهر فيه الحسنات تضاعف، وكذلك يقبل الله سبحانه وتعالى على عباده فيغفر لمن يشاء ويرحم من يشاء. أستاذ محمد، كيف يسير رمضانكم في مدينة أدلايد في أستراليا؟ نكمل الآية الكريمة التي استهللت بها، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أهلا وسهلا. بارك الله فيك، أحسنت يا سيد الكريم، وخير ما يستهل به هو القرآن الكريم. بارك الله فيك. شيخنا العزيز، بالعودة إلى السؤال، كيف تسير أيام وساعات رمضان في مدينة أدلايد والجالية الإريترية تحديدا؟ رمضان الكريم المبارك مثل كل الجاليات، مثل كل المدن، ترتفع فيه درجات الإيمان. نعم. وتعلو فيه النفس بالإيمان وبالأخلاق وبالصدقات وبالصيام وبالقيام وبالإحسان، فتكاد تتحد مع صفات الملائكة، فيكاد يكون الإنسان ملائكيا وهو بشر. يا سلام. أين تصلون فضيلة الشيخ؟ جامع خليل. جامع الخليل. أيوة. تابع لأي جالية؟ جامع الخليل تابع رجل أعمال فلسطيني، ما تابع للجالية. يا سلام.
ما شاء الله. متى بني هذا المسجد شيخنا؟ تقريبا ما طويل شديد، لكن التاريخ بالضبط ما حافظه. جميل. ما شاء جامع الله. كبير 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 شديد، فيه مقبرة وفيه مغسلة للأموات وفيه مكتبة وفيه كبير يعني، ما وفيه شاء الله. مصلى للنساء. يا سلام، تقبل الله إن شاء الله في ميزان حسنات الشيخ. إن آه، شاء الله. تصلوا كم ركعة شيخنا التراويح؟ 11 ركعة. مم. القراءات الطويلة ولا؟ نعم، اسمه في اليوم جزء. الله أكبر، ما شاء الله. جزء كامل. جزء كامل. ما شاء الله وتبارك الله. والله فعلا هو شهر القرآن الكريم، وفي نفس الوقت برضو الحسنات مضاعفة كما قلت. طيب أيوة، الرسول سيدنا العزيز. قال قال الحسنة قال بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى ما شاء الله. الله أكبر، تقبل الله منا ومنك صالح الأعمال إن شاء الله. وهذا يعود إلى الإنسان، يعني ما كلما أخلصت النية وكلما اسمه تقربت من الله سبحانه وتعالى بالعبادات والطاعات تزيد الحسنات حتى تصل إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الله أكبر. نعم، بارك الله فيك شيخنا. شيخنا الفاضل، طبعا أنت صمت رمضان في عدد من البلاد: إريتريا، ثم السودان، ومصر، والآن أستراليا. عندك منطقة ثانية صمت فيها أستاذ محمد؟ لا كاد هو نفس ما ذكرت. طيب، كده عرجينا على محطات. كيف كان رمضان في إريتريا، ثم السودان، ثم مصر المحروسة، وأخيرا في أستراليا؟ أنا إذا تكلمت عن رمضان في إريتريا وعن طعم رمضان وعن طقوس رمضان وعن اسمه استقبال رمضان وفرح الإريتريين برمضان، فقد تكون شهادتي مجروحة. لماذا؟ لأن إريتريا، طبعا أنا إريتري وبالتأكيد أميل إلى الوطن، فرمضان في إريتريا له طعم خاص وله مذاق خاص وله لون خاص. مم. مع يختلف، مع انه كل الناس تبتهج بقدوم رمضان وترحب برمضان الضيف الكريم، الا انه في اريتريا يختلف اختلافا كبيرا جدا. طيب، رمضانك في إريتريا كان في أي منطقة؟ رمضان في اريتريا كان في تقريبا، انا كنت اصوم من اجل الصيام، لكن لانه كنت في سن في حدود 8 سنين 9 سنين بالكثير 10. وين يا منطقة؟ والله مره في كرم، قعدت مع جدي 3 سنين، ومره في قدقد وشام. يا سلام، قد وشعب. جميل جدا. طيب، نحن كأطفال عندنا ذكريات عن رمضان، ونحن أطفال يعني في شقاوة وفي صوم وفي صايم الواحد ويأكل وما بعرف شنو كده. ماذا تتذكر من رمضان في الطفولة شيخنا؟ لا انا كنت عشان اسره شويه متدينه شويه، انا كنت احب رمضان، بس ايه الصلاه كان هي اللي تلخبط علي اكثر من الصيام. كيف يعني؟ معنى الصلاه كنت بتكاسل شويه، فاحيانا ربنا يسامحني ممكن اضطر انه اخش البيت، انه انا مثلا اكون في نفس السرير، لكن مثلا اقرا واصلي الله اكبر سمع الله لمن حمده وانا استغفر العظيم في السرير على السرير. أنت طفل طبعا، والطفل يعني ليس على الأطفال من حرج. لكن في الصيام كان 10 على 10. ما شاء الله. وطبعا انت عارف يعني الانسان هو الطفوله، ولكن كونه ذاته هو برضه يعمل الحاجات دي وكده بتاع، معناه الايمان موجود يعني، والبيئه بيئه اسلاميه انت اللي عايش فيها يعني، ما شاء الله. طيب. الخوف من الاهل كان اكبر من الايمان. صحيح، وطفوله هي طبعا. ايوه. ثم بعد ذلك خرجت الى السودان. ثم خرجت الى السودان ومكثت في السودان 9 سنين. متنقلا بين مدينه واخرى. نعم، بين مثلا بور السودان، بداية من قارورة ثم توكر ثم بور السودان ثم كسلة ثم الغضارف ثم مدني ثم ثم أبو عشر الجزيرة يا ثم سلام. الخرطوم حلفة. يا استاذ محمد، انت ما خليت حاجه في السودان. لا مريت في السودان كثير. نعم، ما شاء الله. طيب أكيد عندك ذكريات الآن طبعا الإيمان وبعدينك أنت خلاص برضو شبيت كده، وأكيد أخذت رمضان محمل الجد يعني.
لا، في السودان الحمد لله الواحد وصل سن الرشد واكتمل العقل، فالحمد لله كان على كما إن شاء الله بإذن الله نرجو يكون كما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. نعم إن شاء الله جميعا. طيب طبعا السودان بسخانته والحرارة المرتفعة جدا أكيد يعني لك فيه ذكريات، وبعدين حلقات الذكر المنتشرة. وإريتريا كانت هكذا في فترة الستينات والسبعينات يعني. لكن في السودان طبعا العلماء والعلم منداح، والذكريات هنا وهناك. كده يخش لنا طقوسات الرمضان في السودان عند الإريتريين وعند السودانيين وكل من يعيش في السودان. ماذا تذكر من رمضان في السودان شيخنا؟ الرمضان أول رمضان في السودان يكاد يكون قريب من الرمضان في إريتريا. مم. بس في السودان كان في إمكانيات أكثر من الإمكانيات الموجودة في إريتريا. قصدك الإمكانيات المادية، الإمكانيات المادية. المادية. فكما أن السودان بيتفوق على إريتريا بالإمكانيات المادية، إريتريا كانت تتفوق على السودان بالإمكانيات الروحية. مم. طيب شيخنا، كده مدينة تذكر فيها ذكريات خاصة في رمضان في السودان، أي مدينة عالقة بذهنك دائما عندما يأتي رمضان في السودان من المدن التي عشتها؟ والله كان في رمضان كما قلت لك بالتأكيد، لأن أنا كان طبعا كنت على استعداد كامل تام للرمضان، فكان ما في صعب علي. لا كنت بتحمل العطش والجوع والتعب، كانوا ما صايم. مم. طيب مهما مهما اشتد الحر، فالحمد لله كنت على استعداد تام. ومدينة كنت أتمنى أنه تصوم فيها أكثر من المدن، كسلا، بور سودان، القضارف والجزيرة والخرطوم وما إلى ذلك. القضارف طبعا هناك خالي في القضارف، فمعنا صيام معه كان جميل جدا. وكان يصادف خريف ولا؟ لأنه ويصادف خريف القضارف بارد وجميل يعني. خريف وطين. خريف وطينة وخيرات. خيرات كثير. الخال عايش يا شيخ محمد؟ لا لا، الله يرحمه. الله رحمة الله عليه، اللهم اغفر له وارحمه. يعني كبير في السن شوية. في هذا الشهر المبارك، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحم جميع أمة الإسلام، أموات المسلمين يا رب. أموات المسلمين جميعا، اللهم اغفر لهم وارحمهم وأكرم نزلهم. والدعاء في مثل هذه الأيام يا رب. مستجاب إن شاء الله. طيب كده دائما رمضان مرتبط بالقرآن الكريم شيخنا. نعم. ما هي ذكرياتك مع القرآن في شهر رمضان؟ ذكرياتي مع القرآن الكريم، أنا طبعا في المرحلة الابتدائية تقريبا أنا أول دخلت الابتدائية وأنا كبير في السن. امم أنا مفروض أدرس الابتدائي في كرن مع جدي شاء الله، وما توفقت. ما رفضت الدراسة في كرن نهائي، ما لأسباب لا أعرفها. امم أنا كنت صغير جدا زي ما كما قلت لك، ما مميز، لكن المهم بقدر ما قالوا لي ورقبوني وحرضوني وأوعدوني بأشياء ما كانت تتوقع قراءات. للطفل. إن شاء الله رفضت القراءة في كرم. وتوجهت إلى السودان. واخي الكبير قال لي ما عاد عاوز تدرس، قال لي في كرم انت تمشي السودان. جميل. ومن هناك انتقلت الى السودان. بديت الخلوة القرآن في السودان؟ دخلت الخلاوي في القران في حلفه، في خلوه كده. الشيخ بتاعته اريتري، هو الشيخ مين؟ شيخ محمد نور اسمه. يا سلام، عايش إن شاء الله هذا الشيخ؟ لا الله اعلم، لانه فتره طالت، وحين كنا صغار هو كان كبير في السن. شوف الان نحن اللهم عجزنا. يا رب إذا توفي ارحمه برحمتك الواسعة، وإذا عايش بالصحة والعافية، ويرحمه طبعا ميتا وعايشا نعم. بقدر ما قدم لهذا القرآن الكريم. طبعا نحن دائما الناس المسلم مرتبط بالقرآن الكريم ارتباط كبير. طيب ذكرياتك في خلوة الشيخ محمد نور في حلفة، مش كده؟
ده في حد كانت البدايه دي، كانت البدايه جدا. انا كنت قرات في اريتريا شويه كده، في حدود جزء عامه، لكن ما كنت اعرف الحروف. طيب، بس لان تقدر الذي تقول إنه كان الشيخ محمد نور هو شيخك. لان الذي كان يقرئني يعرض لي الصور الصغار مثلا، يقسم عليه في اللوحه على اثنين مثلا، لحد جزء عامه لحد عامه، يقسم لي الصوره على اثنين ويقرا لي 3 مرات، وهو يمشي لحاله وانا امشي لحالي. بكره برضه نفس الموعد انا اسمع له المكتوب في اللوح وانا لا اعرف فيه شيئا. سبحان الله. وبعدينك لما التحقت بالشيخ محمد نور؟ بديت من الآن أعرف القراءة والكتابة. أنا كنت أقرأ بس من رأسي، لا أعرف الحروف تتكون من ماذا. سبحان الله. وختمت عنده؟ لا، ما ختمت عنده، قرأت معه تقريبا في حدود في حدود ياسين تقريبا. آه. ثم وبعدين انتقلت ثم انتقلت إلى شنو، الجزيرة والدلفادني. والدلفادني طبعا في يوم الخميس تشتغل الشيخ قطن، فطبعا كنا صغار، ما نفع معي، وفي يديني مع البرد طبعا والرجلين بتتشقق وكده. فقالوا لي في خلوة في حلاوين وسط الجزيرة تجاه أبو عشر كده، نعم. تقطع حصاحيس يمينك. فقالوا لي هناك ما في شغل قراءة بس. ما شاء الله. نعم. فانتقلت هناك تقريبا عفوا. قرأت التلتين من القرآن. فاختلفت مع الشيخ. أنا طبعا كنت شقي شوية، قد يكون الشقاوة في الصح، لكن المهم أن الواحد يحترم الكبير، وعلى الأقل مثلا يعمل يتماشى، ما يكون خشبة ناشفة. طيب، اختلفت مع الشيخ في شنو؟ اختلافي مع الشيخ، أنت لو رأيته ممكن تقول له كنت على الصح، لكن معناه الأسلوب يختلف. ممكن أنت تدي رسالتك تدي رسالتك بألطف أسلوب وبأسلوب راقي، وممكن اسمه ممكن تعود عليك بالمسالب والخطأ. انت ما طالب، لكن يعني كيف تختلف مع شيخك؟ بمعنى شنو؟ أنا أختلف مع الشيخ اختلافي، كان ما مع الشيخ اختلافي أنه الشيخ أعمى، امم ما بيشوف. حينما يأتي إلينا مثلا في الخلوة الطلبة يقومون له قياما، اها. مثل المدرسة الأفرنجية مثلا. اها. فأنا قلت لهم لا تقومون له، لأن المحبة في القلب والاحترام في القلب والتوقير في القلب، اه. معنى ليس في القيام. معنى وبعدين القيام في الإسلام لا يجوز. امم فالعادات كانت تقل يوما بعد يوم، يوم بعد يوم، حتى لم نجد من اكيد مش في يقوم. حديث نبوي يقول لك ليس منا من لم يوقر كبيرنا او يرحم صغيرنا؟ بس في نفس الوقت يقول لك من أحب أن يقوم أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ده حديث صحيح. حديث صحيح بإذن الله. طيب، لكن في اطار الاحترام والشيخ، يعني نحن شيوخ، يعني شيخك جاء بتقوم وتبوس يده يعني. لا، مثلا إذا كان ما هو احترام وتوقير يعني، ما فيه تأليه ولا تعظيم يعني. ممكن تقوم له عشان تجلسه في مكانك. ممكن إذا عاوز مساعدة تقوم تساعده، لكن إذا كان ما في أي ما محتاج لمساعدة، معناه ما من الصح تقوم له. طيب، انت طالب في الخلوة يعني شيخك يجي، معقول انت تكون قاعد وهو يكون هنا يعني؟ الناس زمانك الشيخ لما يجي حتى تديه الطريق أولوية، تغير الطريق، وده احترام يعني، ليس فيه لا تأليه ولا تقدير، ده احترام يا شيخنا. ما اتفقنا أنه الأسلوب كان خطأ. جميل جدا. فندمت أيوة. على العملية دي يا شيخنا؟ لا، أنا ما ندمت على العملية، ندمت على الأسلوب. على أسلوبك. أيوه. طيب، الآن مثلا يعني إذا قام لك أحد الطلاب، مثلا أنت في هذا العمر بديت تقري الناس وكده، وقام لك، تقول له شنو يعني؟ أنا أقول له أجلس، لا اسمه، أنا بقول له ما تقوم أجلس. امم جميل جدا.
طيب وين ختمت القرآن؟ في منطقة الفادني؟ لا حلاوين. الحلاوين، سوري، الحلاوين. أيوة. الحلاوين دي طبعا منطقة تاريخية مشهورة في السودان، ناس عبد القادر ولد حبوبة وأولئك المجاهدين. في السودان تقريبا في حلاوين اثنين، في حلاوين الجديده وفي حلاوين. حلاوين نحن فاكرين، أنا أعتقد الحلاوين القديمة. لا الحلاوين الجديده. الجديدة أيام الاستعمار الإنجليزي، ناس ولد ايوه حبوبة والجماعة ديل، أولئك المجاهدين الأبطال. ايوه. الله يرحمهم ويحسن إليهم. طيب، ولما ختمت القرآن رددته شيخنا؟ نعم. جميل جدا. وقريته طبعا بالرواية المعروفة في السودان، حفص عن عاصم. حفص ايوه. في قراءه عامه كمان لو عاوز قرات بيدي وقرات بيدي. قريت بها قراءة ثانية غير حفص؟ عمرو الدوري. الدوري، ما شاء الله. قرأت الدوري، نعم. والآن بتقرأ بها بأي رواية أكثر؟ حفص طبعا، احب حفص. مم. أنا أحب أقرأ في هذا العمر ورش عن نافع، لأنه عشان داير أعمل مقارنات يعني. بمعنى شنو؟ وأنا من هنا أدعو المشاهد الكريم، يعني القراءات السبع المعروفات يعني والمشهورات. فإذا كنت ختمت القرآن على قراءة، فأنا أدعوك، وباب من أبواب التأمل كمان في كتاب الله سبحانه وتعالى. وعشان تعرف لما يئمك واحد يقرأ لك برواية الدوري أو ورش أو حفص، يعني وانت قريت بحاجة، فما تفتكر انه الامام قاعد يلحن ولا كده يغلط. فتفقه ايوه في القراءات مهم جدا يعني. فانا اقول انه في شهر رمضان الكريم حاول تسمع بالقراءة التي لم تقرأ بها، عشان تعرف انه في اختلاف في نطق الكلمة، احيانا في تغيير في الكلمة ذاتها، واحيانا في المدود وما الى ذلك. كده حدثنا عن الحتة دي شيخنا. هو تقريبا القراءات هي كما ذكرت، القراءات كلها صحيحه وكلها مشهوده وكلها مرويه باسانيد صحيحه. لا مدخل فيها للشك. فغالبا في القراءات في الإمالات وفي المدود وكذا. نعم. حتى في التجويد أن المدود تختلف من قارئ لقارئ. فكما قلت، لو أنت مثلا ما تعرف القراءات، لو هو مد المد أكثر من اللازم أنت حتتضايق، ولو هو قصر المد أكثر من المطلوب أنت حتتضايق، مع أنه كله وارد. نعم. فشنو مثلا الناس مثلا الذين يقرؤون او يقرؤون التجويد، بيقول لك مثلا المد الواجب المتصل، مثلا المد الجائز المنفصل، مثلا لا المثل الاعلى. نعم. نعم، بارك الله فيك. مثلا المقرئ معنى المفروض يبين لك، لانه المد واجب متصل. طيب من الذي اوجب هذا المد؟ انا سؤال. امم. فالطالب مش هيجيب، لانه ما لم يتمعن في القراءات، ولم يتساءل ليعرف ما وراء الحروف وما وراء المعاني. نعم. 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 طيب. مثلا لو سالت في مدينتكم مثلا، والله المثل الاعلى، قل له مثلا المدود تنقسم الى كم، مثلا الى كذا 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 مثلا، واهمها او على راسها المد الواجب المتصل والمد الجائز المنفصل. مهم. فمثلا اذا سالت الشيخ الذي اترك الطلاب، اسال الشيخ المقرئ، اسال امام الجامع، قل له يا شيخنا أن المد واجب متصل يمد مقدار 4 إلى 6 حركات. امم. من الذي أوجب هذا المد؟ لأنه الشيء لكي يكون واجبا لازم يا يكون أوجبه الله سبحانه وتعالى يا أوجبه رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم، نعم. فأسأله مثلا من الذي أوجب هذا المد؟ لأنه الواجب إذا تركته حتأثم وحتحاسب عليه. ما هو قراءة القرآن يعني حق قراءته مثلا، كما ورد في القرآن الكريم، يعني أن نقرأ القرآن كما نزل يعني لا ونتبع. أنا مش مختلفين في هذا، مختلفين أنه في الاسم مثلا، ده المد اسمه مد واجب متصل. صحيح، صحيح، نعم. طيب وإن مد شاء الله واجب يوم كده متصل نقعد ونتحدث عن التجويد والمدود و من
التطبيق، من الذي أوجب هذا المد؟ مم. لازم الطالب يسأل الشيخ، والشيخ لازم يجيب. جميل جدا. ما رأيك شيخنا انه في الامام وهو يقرأ احيانا بيقرأ باكثر من رواية؟ لا، الأفضل إذا في ايوه، الصلاة لا. فنحن دايرين كده رأيك او رأي الدين. يعني انت كإمام مثلا بديت تقرأ برواية ورش عن نافع، هل يجوز لك ان تدخل إلى رواية ثانية مثلا حفص ثم تمشي إلى لا، الدين؟ هو ما حرام عليك، لكن الأفضل أنت تقرأ برواية واحدة. أنت أختار من الروايات واقرأ بها، وليتها تكون الرواية المستعملة في أهل البلد. في أهل البلد، نعم. لكن ليس ممنوعا أن لا، ليس تنوع. حراما، ولكن الأفضل أن أنت تقرأ برواية واحدة حتى لا تعمل في المستمعين اسمه الشوشرة مثلا. مم. نعم نعم، بارك الله فيك. طيب شيخنا، ماذا كده أذكر لنا في الخلاوة؟ عندنا ذكريات لا تنسى يعني. ما الذكريات فأذكر. أهمها، الذكريات أهمها في خلوة حلاوين مثلا. حينما الطلبة أفهموا الشيخ أنه أنا قلت لهم لا تقوموا للشيخ، إنما المحبة في القلب، والتوقير في القلب، والاحترام في القلب، والتوقير في القلب، وليس في القيام. فالشيخ سمع هذا الكلام قال لي أنت وهابي، وطردني من الخلوة. طيب في منطقة الحلاوين. الدفع هذا في منطقة الحلاوين. طيب بعدين في منطقة الفادني عندك ذكريات؟ لا، والدفاتنا كان كويس شديد جدا، وبعدين نحن كان موصين علينا، كان بيعاملونا معامله خاصه. مم. أنا معامله خاصه. إذا سمحت لي أذكر موقف ما بنساه في الخلوة، وهي المواقف كثيرة طبعا. أولا بحمد الله سبحانه وتعالى كنت مهتم بالقرآن، وله الحمد والشكر. أنا خليت حتى التشكيل من سورة ياسين. ايوه. سبحان الله، هذه يعني هبة من الله سبحانه وتعالى. فما ايوه. أنسى يعني ما أنسى لما جيت أنا أعرض على الشيخ وأنا في سورة ياسين، فجيت حامل اللوح واللوح ما مشكل. مم. سيدنا خليل أول أنا أسلم على شيخي الشيخ إبراهيم المعروف بسيدنا خليل، ربنا يديه الصحة والعافية، الآن يقيم في كسلة. على نعم. هذا الشيخ أنا ختمت ورددت والحمد لله. فلما جيت أعرض عليه وكنا في حوش سيدي، يعني ساعتها الحوش التابع للمراغنة يعني، ايوه. ما ننتقل إلى بيت الحوش الخليفة، خليفة هبتيس، ثم انتقلنا إلى بيت الشيخ بعد ذلك عندما مم. تم احتلال الخلوة أو احتلال الحوش بتاعت حوش الأسياد من الجنود الإثيوبيين، يعني الاستعمار ايوه. الإثيوبي. فجيت على الشيخ أعرض عليه اللوح، فقال لي يا أحمد ليش ما شكلت؟ والله مم. أنا أذكر هذا الكلام، والكلام ده طبعا في السبعينات يعني. فقلت له في أيوة في بداية السبعينات. فقلت له يا أخي أنا أستطيع أن أقرأ بدون تشكيل. ايوه. قال لي تقرأ؟ أيوة قلت له. تفضل أقرأ. قال لي قريت والحمد لله قراية سليمة اطمأن لها الشيخ تماما. ايوه. قال لي بعد كده أوعى تشكل. ايوه. بحمد الله سبحانه وتعالى أنا من سورة ياسين لم أشكل. عشان تتمكن كويس. مكنت كويس، ما شكلت، يعني بقرأ كما هي مكتوبة يعني. ايوه. أنقولها أكتبها ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين، هي ما مشكلة وأنا بقرأها كما نقلت من اللوح وما مشكل. ايوه. فأوعى تشكل دي وحدي أنا بتذكر وختمت ورددت والحمد لله له الحمد والمنة. حاجة تانية برضو أذكرها شيخنا، يعني لو سمحت لي يعني. تفضل. جيت أعرض على الشيخ سيدنا خليل يديه الصحة والعافية عرض اللوح من الألواح يعني. ايوه. وكنت برضو الحمد لله حافظ كويس، فكانت في جوطة في الخلوة شوية كده يعني. مم. سيدنا يا ولد اسكت يا ولد اسكت، ما في زول. الخلوة جاطت، مش مرات بتجوط الخلوة. ايوه. ايوه.
قام سيدنا شال الصوت ووقع في الخلوة دي من طرف، طرخ طرخ يمين شمال، طرخ طرخ، وانه استنزوه اطفال صغار طبعا. ايوه. وجاني يعني نفسه قايم ومسخن طبعا، جلد الخلوة تقريبا ثلاث ارباع الخلوة جلدها. ايوه. واخوك طبعا مع الخوف وجلدة الهناية، وانا قلت سينالني الصوت ذاته. نصيبك. ايوه. صحيح. فالحفظ طار. فشفت اللوح كده، يلا اقرا قال لي كده، ورمى الصوت كده تاني كده. ايوه. طبعا قاعد في المصلايه حقه يعني. ايوه. يلا اقرا قال لي، بس مع جدعة الصوت يبدو لي الحفظ ده طار زي. صار، ما دي مشكله. عملت اللوح كده شويه ومسكت الايه، قريت الايه، الايه الاولى، الايه الثانيه، مشيت وقفت. الشيخ اداني رمى لي الايه اللي بعدها، ايوه. وصلت ووقفت مع نهايه الايه. لا كده تحسنت. رمى لي، لا انا كنت بقيف مع كل ايه، مع كل ايوه. نهايه ايه، امسك بدايه الايه واكمل واقيف في نهايه الايه. فالشيخ يرمي لي الايه اللي بعدها، بدايه الايه، اكمل واقيف، الى ان قلت للشيخ سيدنا انا ما حافظ، ايوه. خليني امشي احفظ ثاني. قال لي اقرا اقرا بس، ما عليك اقرا يعني. يديني بدايه الايه، يمسكني الخيط، اكمل اقيف في نهايه الايه الى ان اكملت اللوح الذي ينبغي ان اسمعه تسميعا كاملا. فقال لي امشي ايوه. غسل، امشي غسل، غسل يعني نغسل اللوح يعني. شيخ محمد، انا لما اتذكر اليوم قلت الى اي مدى الشيخ الله يديه الصحه والعافيه كان فطنا. يعني قال هذا الرجل طبعا، الولد الطفل الصغير ده جاء حافظ، وما كان عندي شكوك في الحفظ ولا عنده شكوى، يديه الصحه والعافيه سيدنا خليل. فذكاء الشيوخ مرات برضو ينقذك من مواقف. فقلت كان ذكي انه عارف انا حافظ والحمد لله، فهو نتيجه للخوف انا طار من الحفظ يعني. فاذكر الحادثين ديل واحداث كثيره طبعا من العنايه. لكن فخلينا انت اسمع منك كمان شيء يا سيدنا. ما اول مره تقرا، فهو عارف امكانياتك وعارف قدراتك، لكن طبعا لظرف ما طار الحفظ نعم. ولم يطر الامر، طبعا اكيد حيرجع. نعم نعم. هم والقرآنيون دائما الذين قرأوا القرآن دائما هم مبرزين في دراساتهم. ما هو السر؟ السر الذي خلق، السر الذي أوجده الله سبحانه وتعالى. الذين قرأوا القرآن غير الذين لم يقرأوا القرآن. في واحدين أول ما قاموا كده مشوا المدارس. ايوه. ايوه. من خلال تجربتك أستاذ محمد كده، علاقة المسلم والطالب الذي في قلبه القرآن والذي ليس في قلبه القرآن، كيف تراه أستاذ؟ طبعا القران كما تعرف استاذ الفاضل ان يوسع المدارك، مم. يرتقي بالانسان الى اعلى المقامات. كلام الله. فاذا كان حافظا متقنا مجودا مرتلا يرتقي الى مصاف الملائكه، بل مع الكرام البرره. نعم. فالقرآن، قراءة القرآن تفيدك في اللغة العربية، تفيدك في الفصاحة، تفيدك في اللباقة، تفيدك في البلاغة، تفيدك في أشياء كثيرة ومتعددة. في ملكة الحفظ. في ملكة الحفظ، في الاقتدار، في توفيق من ربنا سبحانه وتعالى. نعم. ليس فالإنسان سهلا. نعم. فالإنسان بجميع العبادات، بجميع العبادات، بجميع فروع أصولها وفروعها، لا يرتقي الإنسان إلى درجة الملائكة إلا بحفظه للقرآن. يا سلام. نعم نعم. نعم، يعني ليس سهلا شيخنا أن تكون أنت حفظت وقريت 6214 آية على رواية أعتقد حفص، و6236 آية على رواية ورش عن نافع مثلا. يعني أن يكون في دماغك في راسك 6000 آية من آيات الله ومن الحكم والبلاغة و... وسر هذا الكون والوجود يعني. يعني أنا في تصوري أنت يعني وصلت إلى أعلى مراتب
الحديث والبلاغة، كلام الله سبحانه وتعالى الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم لما تنزل على على المواد، على التاريخ والجغرافيا وما بعرف ايش والرياضيات والعلوم، ماذا يكون في كلام الذي كلام الله سبحانه وتعالى، يعني المنزل من عنده عز وجل يعني. يا شيخ أحمد، القرآن له طعم خاص، بالذات إذا أنت تتذوق هذا القرآن وتفهمه فهم صحيح وتدبر صحيح، معناه بيرتقي بك كما سلف على مصاف الملائكة. نعم. مثلا حين تقرأ القرآن وأنت متقن متقن له ماهر به، فأنت مع السفرة الكلام والبررة. وإذا أنت شاق عليك وتتعتع فيه لك أجران. معناه شوف، بيبدأ من أجران، المفروض يكون أجر واحد، لكن سبحانه وتعالى الإسلام من رقيه وربنا سبحانه وتعالى من كرمه، والرسول صلى الله عليه وسلم من رحمته، جعل الأجر يبدأ من اثنين وأنت فصاعد. سبحان الله. القاضي حينما يقضي، حين درس القضاء ودرس أصول الفقه ودرس فروع الفقه ودرس أحكام القرآن، مع هذا كله بيجتهد ليحكم في قضية من القضايا، فإذا به إذا أصاب له أجران. شوف أعلى حاجة، إذا أصاب الحكم له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد. أما الذي يقرأ القرآن وهو يتتعتع فيه وهو شاق عليه، لو يبدأ من أجران فله أجران. يا سبحان الله. وهي حكمة الله البالغة في هذا الكون، لا أن يرث الله الأرض ومن عليها يعني. كما قلت لك، طبعا العبادات مهما ارتقيت بالإنسان ومهما صمت بالعبد، معنى لا تصل درجة القرآن. نعم سبحان الله. طيب. مهما صليت مهما صمت مهما لا تصل درجة الملائكة. نعم نعم نعم. أنا الشيء الوحيد أنه أنت عشان تصل درجة الملائكة لازم تكون ماهر بالقرآن، حاذق فيه، متدبر له، فاهم معانيه، تتفاعل معه، تتماهى معه، لحد ما يسمو بك إلى مصاف الملائكة. نعم، زي ما قال الشيخ عبد الله الحواري له التحية والتقدير في الحلقة السابقة، قال: إذا أردت أن يحدثك ويتكلم معك الله سبحانه وتعالى فافتح القرآن الكريم. وإذا نعم. أردت أن تخاطب المولى سبحانه وتعالى فصلي. وإذا أردت أن تتحدث ويتحدث إليك الله سبحانه وتعالى فاقرأ القرآن الكريم. يعني شوف سبحان الله. نعم. حينما تصلي أنت هتقرأ القرآن. نعم. ما هي كده كده القرآن داخل معناه مع الصلاة داخل، ومفرد لوحده برضه في الحالتين. نعم. طيب، ماذا نقول شيخنا للذين يعني هم مسلمين والحمد لله، ووحدوا قالوا لا إله إلا الله وأنا أشهد أن محمد رسول الله وكل اللي هناك، لكن علاقتهم بالقرآن يا شيخنا هي علاقة كده يعني واحد يعني والله لما يشوف العلاقة الهشة دي علاقة يعني تكاد تكون يعني كأنهم يعبدون الله على حرف. يعني علاقته بالقرآن علاقة كده، يا يجي رمضان أو تجي مناسبة بتاعت وفاة أو ما عارف أصيب بشيء مرض وابتعات وهكذا يلجأ. فكيف بماذا نوصي شيخنا أولئك الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالقرآن، لا يقرؤون القرآن بشكل يومي، لا عندهم وتر، لا عندهم عناية. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن نكون من الذين يقرؤون القرآن غدوة وعشية صباح مساء، وإن شاء الله يحفظنا بكنفه ويحبب إلينا هذا القرآن. فماذا أنت قبل شيخنا لأولئك الذين علاقتهم بالقرآن يعني علاقة سنوية أو في المناسبات التي قلنا؟ هو كما ذكرت في ضعف إيماني شديد جدا، في ضعف تربوي إسلامي في المسلمين. فلو عاوز تحدد الحالة الإسلامية أو الشخصية المسلمة، تكاد تكون تصل الملامح حقيقية لما وصلنا إليه. فحين يصبح ديننا وراثة، أنت ورثناه وما فاهمين فيه حاجة،
لم نتعمق فيه كما قلت من قبل. مثلا على سبيل المثال المد الواجب مثلا، هو المد واجب ما ذكرناه، مد واجب ادبي، هو مش واجب اصولي ولا واجب فقهي، مد واجب ادبي. لا، فمثلا حين مثلا يكون الدين وراثه، معناه ليس بالتعمق، ليس بالفهم، ليس بالفقه، معناه بيوصل نفس الوضع اللي انت بتشتكي منه. معناه حتى مش فيش في القرآن الكريم، حتى في العقائد، في الإيمان بقى ثقافة، ما مؤثر، ما إيمان مؤثر. مثلا لا قدر الله لو حدث للمسلم شيئا مكروها مثلا، والله المثل الأعلى، تجده صار الإيمان في باي باي، مع السلامة، معنى لا يسترجع إنا لله وإنا إليه راجعون، ولا يقول اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، لا ينسى كل هذا. معنى ممكن يشكك كمان ويلعب به الشيطان، يقول لو فعلت كذا ما كان حصل كذا، ولو شيء انتهى. لازم الإنسان لازم يؤمن أن ما أخطأه لم يكن ليصيبه، وأن ما أصابه لم يكن ليخطئه. نعم. حين أصبحت العقيدة ثقافة والدين وراثة والعبادة عادة، معناه حتما ستجد ما تشتكي منه. نعم. نعم. سبحان الله. طيب، كده أدينا يعني كيف يمكن أن يكون الإنسان علاقته بالقرآن بشكل كده ولو متدرج. يعني في واحدين ناس يقول لك يا أخي القرآن ده شوية، وطبعا القرآن ده للإنسان اللي ما في قلبه إيمان. طبعا لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته متصدعا من خشية الله. الأمثال ونضربها للناس لعلهم يتفكرون إلى آخر الآية. في واحدين يتهيبون هذا القرآن يا شيخ. هو معناه ده بيرجع للبيئة، البيئة مفروض تكون مساعدة، مفروض تكون معينة. معنى إمام الجامع يكون معين، الأستاذ في المدرسة يكون معين، الوالدين في البيت يكونوا معينين، الأخ الكبير أو الأخت الكبيرة يكون معين. فالعوامل المعينات مجتمعة بتأثر، لأن الإنسان زي ما بيقولوا ابن بيئته. الوالدين الوالد يجمع قوت البيت ومشغول بالرزق، والست بكنس البيت والطبيخ، والأولاد يرحمهم ولا منتشرين، لا حد يراجع لهم ولا حد يقرأهم القرآن ولا يربطهم بالدين. فتلقى بديهي نفس الإشكال الذي نعاني منه. نعم. وقراءة القرآن واجب بالنسبة للمسلم. هو القرآن الكريم معنا زي ما ذكرنا في مميزات ما موجودة في العبادات الثانية. نعم. مثلا لو أنت مثلا استمعت إلى الحديث، وهو طبعا السنة الحلقة الثانية بالنسبة في التشريع بعد القرآن الكريم، وهي المبينة له في نفس الوقت. لو استمعت لقراءة الحديث ما في أي حاجة، لكن إذا استمعت القرآن بس استمعت، أنت ما قرأت ولا بس استمعت. معنى وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. نعم. لمجرد أنت استمعت للقرآن لقارئ غيرك، أنت كده في رحمة الله، أنت بتغوص في رحمة الله. نعم. معنى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول من سره فليقرأ في المصحف. معنى إذا أنت عاوز تفرح وعاوز معنى تقرأ في المصحف، معنى تنظر معنى ينظر في المصحف، معنى النظر للمصحف عبادة، القراءة عبادة، استماعك للقرآن عبادة. نعم، إلى درجة أنه توقيرك لأهل القرآن الكريم برضو فيه قدر. نعم. القرآن الكريم عبادة، توقيرك لأهل القرآن عبادة. نعم. 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 معنى طلبك وإرادتك ونيتك أن تكون من ضمن مجموعة القرآن الكريم. ونقول للذين يتهيبون القرآن الكريم سبحان الله نتيجة لأسباب كثيرة طبعا. يعني ربنا قال ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. هذا القرآن مع كل أحكامه وكل صيرورة الحياة وناموس ودستور الحياة، القرآن دستور هذه الأمة إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، وكل القوانين تتقاصر وكل الدساتير تتقاصر. هذا القرآن مع كل ما يحمله من قيم وحكم دين ودنيا إنه برضه يسر، بدليل أنه شيخنا الشعراوي رحمة الله عليه قال يعني عشان تعرف تيسير القرآن، تيسير الله سبحانه وتعالى
لهذا القرآن أو تيسير الناس له لحفظه، يعني يحفظه حتى الطفل الصغير يعني. بينما لو أديته، قال له أديته كتاب مكتوب بالعربي مهما كان كتاب، قل له أحفظه، لو شنو ما يقدر يحفظه. فشوف صفحة سبحان الله، شوف واحدة، السر. صفحة واحدة في الكتاب لا يمكن حفظها، صعب. سبحان الله، شوف، مع أنه ده أبلغ الكلام وهو كلام الله سبحانه وتعالى، وفيه كل كما هو مذكور يعني، خبر ما مشكلة قبلنا نحن وحكم ما بيننا. كنا ها؟ حافظين بالأرقام. سبحان الله، نعم. معنا مثلا بيقول لك الآية يقرأ لك الآية، تقول له الآية رقم كذا. يا سلام. لكن مع كبر السن، مع شنو عوامل الدنيا، هجرة الناس، إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. مع هجرة الذنوب الناس للقرآن، نعم. مم. مع كثرة الذنوب والمعاصي، مع مشاغل الدنيا وهمومها، معنى الواحد ما يكاد مش يحفظ الآيات. أنا أخاف ينسى السور. بالله تخيل يا شيخنا إنه بيت لا يقرأ فيه القرآن. كالبيت هناك الخرب، أحاديث كثيرة يعني. زي تفضل البيت أنت. المهجور الذي ليس فيه أحد، مم. تجد العناكب عشعشت فيه. معنى بيت لا يقرأ فيه القرآن ما فيه نور. الواحد مرات يستغرب يا شيخنا، تكون في مسجد كبير وجل من لا يخطئ طبعا الإمام وهو يقرأ، حتى لو هو حافظ، مرات تتداخل الآيات، مرات برضو هو بشر يسرح مثلا يطلع، فلا تجد من يصححه أو يعني يرجعه يعني، واحد اثنين يعني، سبحان الله. وإذا استرجعنا التاريخ، الصحابة والتابعين وغيره، يعني يكاد يكون المسجد كله يديه الآية يعني بعد. هو الصحابة رضوان الله عليهم، مثلا سيدنا عمر وجد واحد يقرأ سورة الفرقان، نعم. طبعا قرأها برواية غير الرواية التي قرأها سيدنا عمر. فسيدنا عمر غضب، معنى حرف ما كان يفوت حرف واحد، فداير يريد أن يلببه بشاله ويمسكه ويوديه الرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين قال لا لا، خليه يصلي. صلى، مسكه ووداه الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له أرسله يا عمر، اتركه. أرسله، قال له اقرأ. قرأ الآية، قال له صحيح هكذا أنزلت. قال له سيدنا عمر اقرأ، قرأ، معناه بخلاف الصحابي. أيوه قال له أيوه. هكذا أنزلت. سبحان الله. فكان حفظهم معناه ما يفوت لك آية، معناه نعم كان نعم. حافظين حفظ صم. والله نحن نسأل الله سبحانه وتعالى أن نحفظ للقرآن ولآل القرآن، للقرآن مكانته ولآل القرآن قدرهم، وكذلك للذين يعملون على نشر هذا الدين. هذا القرآن يعني في كل شيء، ما فرطنا في الكتاب من شيء، كما قال الله سبحانه وتعالى. نحن ندعو عبر هذا البرنامج لاحترام القرآن وآل القرآن وشيوخ القرآن وهكذا. فوصية كذا يا شيخنا، إنه يعني رجل القرآن على الرغم من أنه هو يحفظ كلام الله سبحانه وتعالى، أحيانا ما يجد ذلك الاحترام الذي يلقاه رجل يقول لك دكتور، بروفيسور. وهي كلها في النهاية، والإنسان ده لما داري يموت في النهاية، لو كان دكتور ولا بروفيسور ولا أي حاجة، يحتاج إلى شيء من القرآن الكريم. وهناك برضو دكاترة وبروفيسورات في القراءات والقرآن الكريم نفسه يعني. ايوه، عشان كده وصية لاحترام رجال القرآن يا سيدي. اول تعليق على انه انت ذكرت في الجامع، مثلا اذا نسي الامام او مثلا الايات اختلطت عليه الايات مثلا، فتجد ان من يصحح واحد او اثنين مثلا، هذا لا يعود الى قله الحفظ فقط، مم. لانه يعود الى عدم الخشوع، لانه كثير من المصلين ليسوا مع الامام. نعم، والملفات الخطيرة كلها بتجيك سعادة. فانا كل اذا كان الملفات. انا مع الامام، انا مسافر او انا قاعد اعمل او انا بطلب زياده دخل او انا مثلا مع اولادي شويه او كذا، فانت ما حتعرف اخطا في شنو، لانه انت ما معه. نعم. فده يعود ما يعود الى سوء الحفظ فقط، يعود في نفس الوقت الى عدم الخشوع.
لأنه الناس المسافر والمجدد أوراقه واللي بيظبط إقامته واللي عامل مشكلة مع زوجته في مشاكل كثير هو بيحلها في الصلاة. مع أنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول أرحنا بها يا بلال، مش كده؟ أي همهم هناك راحة بيختلف. المؤمن في الصلاة. بيختلف. فالإنسان لازم ينوي إنه مثلا ربنا بيقول في آثار بدر كفار قريش: إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. نعم. إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتيكم خيرا. معناه دير كفار لا لم يسلموا بعد، كفار قريش أسارى مأسورين في أسرى بدر. فربنا بيخاطبهم كده: أنت المسلم في جوهرة في قلبك بس عاوزة تغسلها من الطين. سبحان الله. انوي بس انه انت هتحفظ القران، وان انت هتقرا القران، وان انت هتظبط علاقتك مع الرحمن. ربنا هيسرك ويوفقك. نعم نعم. والله نحن هنا عبر هذا البرنامج نتمنى الصحة والعافية للرئيس السوداني عمر حسن أحمد البشير. ربنا نحن يشفيه نتحدث في ويقويه. السياسة وربنا يشفيه، وإن شاء الله ربنا برضو يسامحه ويأجر. ولكن والله الحق يقال إنه ما فيش رئيس دولة في هذا العالم الذي عرفناه منذ أن وعينا إلى يومنا هذا، إنه ما فيش رئيس دولة يعني حفظ للقرآن والقرآنيين مكانتهم أو القرار الذي اتخذه يعني باستثناء حفاظ القرآن الكريم أن يدخلوا إلى جامعة القرآن الكريم بدون امتحان الشهادة الثانوية. والله هذا فخر، وإن شاء الله يأتي القرآن الكريم ويحاجج عنك ويدافع عنك سيد الرئيس المعزول السجين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤجر على ذلك. والله أنا دائما أتذكره أقول يعني كان فاهم للقرآن، يعني فاهم للقرآن. واحد قال لك إيش حافظ القرآن الكريم، يعني شنو فيزياء وكيمياء ورياضيات وما بعرف شنو. باستثناء طيب اردوغان استاذ احمد. ها؟ باستثناء طيب اردوغان عمل هذا القرار كذلك. لا حافظ القرآن ما شاء الله، ويحب القرآن ويكرم أهل القرآن. نحن نحييه كمان أي إنسان طبعا له التحية، ونحن طبعا نجل ونقدر مجاهدات ذلك الرجل وأهلنا وأحبابنا ومنارة من منارة الإسلام تركيا الإسلامية اليوم، وقد عادت يعني بقوة. نحييهم ونحيي هذا الرئيس المجاهد الكبير. ربنا يديه الصحة والعافية ويقوي به شوكة الإسلام والمسلمين أينما ذهب. لكن الشاهد أن عمر البشير يديه الصحة والعافية أنه أصدر قرار جمهوري: أي زول حافظ للقرآن في الخلاوة المنتشرة في السودان شمال وجنوب وشرق وغرب، قال رجل حافظ كتاب الله وعنده الإجازة يدخل جامعة القرآن الكريم بدون امتحان شهادة. لا ما شاء الله. شنو العلوم اللي 12 سنة اللي بيدرس فيها معلقات وما بعرف شنو، فيزياء وكيمياء وأحياء ورياضيات ونظريات شنو ده؟ قال طوالي. وتخرج من جامعة القرآن الكريم آلاف بل مئات الألوف المؤلفة حفظة لكتاب الله، وعملوا دراسات عليا ودكاترة وبروفيسورات وما إلى ذلك. فهذا قرار كان صائبا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يأجره على ذلك. بالإضافة أستاذ أحمد أن البشير تختلف معه أو تتفق معه، دي شيء طبيعي، طبيعة الحياة، أنه ترك مساحة من الحريات ونوع من رقي المجتمع. زمان مثلا إذا اختلفوا مثلا صاروا السنة والصوفية معنى الضرب. الآن بيناقشوا مع بعض ويشتموا بعض ويحاوروا بعض معنى باللسان فقط. هذا نوع من التطور. نعم والله يعني نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود السودان إلى رشده الديني القيمي بإذن الله، ونعود ونسأل الله سبحانه وتعالى برضو أن يحفظ أمة الإسلام وأن يقوي شوكة الإسلام في بلادنا كذلك. يعني الإسلام في إريتريا كما تعلم شيخنا يعني وضعه سبحان الله، يعني لم تكن تلك البلاد كما لو أنها لم تستقبل أول هجرة إلى بلادنا
من الصحابة رضوان الله عليهم ومن بيت المصطفى صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله سبحانه وتعالى إن شاء الله بهذا العام والدعوات المستجابة إن شاء الله ربنا يفرج ونعود إلى ديارنا وتعود شوكة الإسلام في البلد وتعمر المساجد ويعود الشيوخ وإلى ذلك ما إلى ذلك. شيخنا كده أمنيتك في هذا الشهر الكريم بالإضافة لما قلنا، وفي نفس الوقت برضو ماذا علينا أن نفعل أن نكون مستجاب الدعوة في شهر رمضان المبارك؟ ايوه طبعا بالتاكيد رمضان مبارك من ضمن ان الواحد يكون مستجاب الدعوه. معنا رقم واحد معنا يبعد عن لقمه الحرام. مم. لقمه الحرام تسد الباب بينك وبين اجابه الدعاء. مم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام وملبسه ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. معنى استنكار، استفهام استنكاري. كيف تتوقع أنه يجيب لك؟ معنى أنت من عوامل إجابة الدعاء السفر، من عوامل إجابة الدعاء الحال الأكبر أغبش. من أغبر، نعم. عوامل إجابة الدعاء مثلا إنك تقول يا رب يا رب، معنى تدعو. نعم. لو ترفع يدينك يا رب يا رب، لأنه ربنا سبحانه وتعالى إذا رفعت يدينك إلى السماء لا يردهما صفرا. رقم كله عشان هو معنى اسمه مطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. فلقمة الحرام اللقمة البسيطة دي تسد بينك وبين باب السماء. وغذي بالحرام دي تشمل حاجات تانية شيخنا؟ غذي بالحرام شاملة يا طبعا، مم. من فنجان القهوة إلى العصير، يعني غير الطعام والشراب. غير الطعام والشراب، أي بس من أي شاملة لكل غذي بالحرام. كل قدراتك وكل إمكانياتك معتمدة على الحرام. ودي المسألة، شوف الحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم والحكمة البالغة فيه، يعني لأنه الأكل والشرب غير الغذاء يعني. ايوه الاكل غذي والشرب. بالحرام. أيوه. ممكن الحاجات ممكن ممكن يعطوك دم وتتغذى، ممكن يعطوك حقنه وتتغذى. نعم. الحاجات ما بالضروره اكل وشراب. نعم نعم. تدخل فيها حاجات كثيرة، حاجات كثيره. يعني حتى قد يكون علمك حرام كمان. ايوه ممكن. يا نعم. أن تأخذ منحة حق غيرك مثلا، يعني ايوه يعطوك مثلا برضو منحة أو ما لا تستحقه، يعني أبوك ايوه وزير لما مثلا، تأتي أبوك وظيفتك وزير. انا مثلا شغال، انا اعمل كل مثلا اعمل من الساعه 10 للساعه 8 بالليل او للساعه 4 مساء. معنا مثلا صاحب الشركه بارك الله فيه مثلا سمح لي بانه اصلي مثلا 10 دقائق، فانا بتاخر في الوضوء وتاخر اصلي ركعتين كمان زياده واقعد شويه، ده يعتبر حرام. امم. معناه هو سمح لك 10 دقائق، ما زاد على 10 دقائق حرام عليك. سبحان الله. فقلت أول وحدي يعني نتفادى الحرام. اول رقم واحد، ورقم نتحرى الحلال. اثنين، ورقم ثلاثه، ورقم 10 نتفادى الحرام. طيب، شيء آخر. شيء اخر نستعين بالله ونكثر من التضرع الى الله. يعني أن لا نشرك بالله شيئا، بالله شيء. لا نشرك بالله شيء، في نفس الوقت ندعو وقلوبنا حاضره وقلوبنا موقنه ان ربنا هيستجيب لنا. نعم. وحدانية. من ضمن المعينات القبول الدعاء انه نحن نختار الازمنه المناسبه والاوقات المناسبه، وهذا شهر فضيل. كجوف الليل، كشهر رمضان، كاخر الليل مثلا أثناء الفطار، قبل السحور. كيوم الجمعه اثناء الفطار. لانه الرسول صلى الله عليه وسلم قال في رمضان معنا في لله سبحانه وتعالى عتق كل يوم وكل ليله، كل يوم وكل ليله. وفيه دعوه مستجابه لكل مسلم، فيه دعوه مستجابه. نعم. فمعناه هو يحاول انه مثلا ما يخسر هذه الدعوه المستجابه. يا سلام. نعم. طيب. وننبه برضه في نفس الوقت مثلا الائمه والخطباء يقولون مثلا اول رمضان ما اسمه رحمه ووسطه مغفره واخره من النار. هذا الحديث لا يصح النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث
لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ايوه، مم. لانه الرسول صلى الله عليه وسلم كما سلف حسن قبل قليل، لانه قال كل يوم وكل ليله وكل وقت الافطار عتقاء لله سبحانه وتعالى من النار. ايوه. طيب، فعشان ربما هي لمزيد من المغفرة والرحمة و... والعتق من النار بمعنى. كل يوم وكل ليله في رمضان. ايوه، لكن فما ينفع مقسوم. اول الرسول صلى الله عليه وسلم ما قسم، وبعدين حتى كواقع وحتى كاسمهم على حديث صحيحه ما يتناسب. حديث ضعيف قصدك يعني؟ حديث ما صحيح، ما يثبت على الرسول صلى الله عليه وسلم، يا ريت يكون ضعيف كمان. طيب، يفيدون برضو كذلك علماء الحديث إن شاء الله، لكن كثير من العلماء يذكر هذا الحديث شيخنا. ما اتفقنا استاذ الفاضل انه ديننا بقى وراثه معنا. انا سمعت من الخطيب ثقافتنا 90% تعتمد على الخطباء المساجد، وخطباء المساجد عاوزين تاهيل، مم. عاوزين دورات. طيب، بارك الله فيك شيخنا الأستاذ محمد علي سراج الدين. نحن سعدنا بك في برنامج مع اللغة العربية من قناة سلام الإعلامية المباركة، ودائما نتشرف بك سيد الكريم. وفي شهر رمضان المبارك نسأل الله سبحانه وتعالى أن يستجيب الدعاء ويقبل الصيام والقيام. عايزينك تختم لنا إما بقراءة من القرآن الكريم أو بالدعاء الذي يعني نحن نؤمن عليه بإذن الله، وربنا يستجيب منا ومنك. تفضل شيخنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. امين يا رب. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، وتوفنا مع الأبرار. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وقنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. يا امين. حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. رب اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. يا حي يا امين. قيوم برحمتك نستغيث. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. جزاكم الله خير، وأنا سعيد مع أستاذ الفاضل مع أنه كنت محموم جدا، والحمد لله ربنا شكرا. سترنا. فإذا كان شوية لخبطة في الموضوع أنا والله، والعفو والمعذرة، وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم. والله أنا أشكرك باسم كل المشاهدين. وحقيقة زي ما قال شيخنا الأستاذ محمد علي، قال لي والله شوية عافية، قلت له والله إن شاء الله ربنا يقوينا ويقويك، وله الحمد والشكر، وإن شاء الله في ميزان حسناتك يا شيخنا. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. نحن قلنا نحن من المسلمين، ونسأل الله أن يتقبلنا وإياك. ودعوت إلى ما فيه الخير والصلاح، وإن شاء الله ربنا يشفينا ويشفي الجميع ويشفيك ويمتعك بالصحة والعافية. كما بدأنا بآية نختم بآية، ما نطول تفضل. عشان يكون أوله قرآن وآخره قرآن إن شاء الله. الله أكبر. تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن قولا من دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. لا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم.
أحسنت، بارك الله فيك وبارك الله فيكم مشاهدينا الكرام. كنتم مع فضيلة الشيخ الأستاذ محمد علي سراج الدين من أدلايد في أستراليا، هي واحدة من المدن الكبيرة في هذه القارة. وكنا معكم مشاهدينا الكرام من قناة سلام الإعلامية المباركة. تقبلوا تحياتي محدثكم أحمد شريف مع تحيات زملائي وأخواني وأحبابي في قناة سلام الفنيين والإداريين. نلتقيكم بحوله تعالى في الحلقة المقبلة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم الصيام والقيام، إنه ولي ذلك والقادر عليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.